موروكو الصهيونيه المطبعه. واش ما كاينش شي تعليق اخر من غير هذا؟ راه جاوبنا عليه. انتم والله ما فاهمين ما معنى التطبيع. واش بغيتوا تدخلوا الاركان الاسلام؟ صح، راه ماشي مصطلح ديني هذا. التطبيع هي ان تكون العلاقات طبيعيه على مستوى التجاره والمبادلات والاتفاقات وغيرها. ترددون مثل الببغاوات دون فهم. التطبيع اول واحد قال هذا المصطلح هو جمال عبد الناصر، من الافكار الناصريه ديالو اللي كانت في ذاك الوقت من اجل تخدير الشعوب وافيانتهم من طرف حزب البعث. افكار ناصريه مثل القوميه والعروبه والانتماء والتطبيع وغيرها. الا بغيتوا تدخلوه في الدين، راه الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا فيه اسوه حسنه. كان قد ربط اتفاقات تجاريه مع يهود خيبر ويهود بنو قريظه، وكان في اوج قوته. لكم دينكم ولي دين. لا إكراه في الدين. وفي القوة ديالو خلى اليهود معاه في الجزيرة العربية وفرض عليهم ضريبة أهل الذمة، الجزية، ما رماهمش في البحر. إذا إلا بغيتي تهضر على التطبيع من وجهة الدين، يقطع العلاقات حتى مع النصارى، لأن الآية واضحة وصريحة: ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءكم. صدق الله العظيم. يعني حتى النصارى انتم الأجدر بكم تقطعوا العلاقات مع فرنسا، والتي عبثت بأجدادكم بالملايين مثل الدجاج الأبيض وأقامت عليهم تجارب نووية. أم أن الدم الفلسطيني أغلى بكثير من الدم الكرغولي.